مصطفى شلبي ما راحش سلم على امام عاشور، ففي احتفاء وصريخ كبير لانه كده يعني علم عليه وقصف جبهته. انا ما بشوفش ده دايما لا حاجه حلوه الجمهور يفرح بيها. طبعا كان في فرح كريم دبيس الف مليون مبروك يا كيمو، وربنا يا رب يرزقك الذريه الصالحه ويبارك لك انت ومراتك يا رب. انا ما بشوفش دي حاجه تستحسن، دي قناعتي، وفي الاخر كل واحد ليه قناعاته يعني. انا ما بشوفش ان الواحد لو عمل حاجه خارجه عن الاصول خارجه عن الادب دي حاجه تستحسن، لان اسهل حاجه قله الادب، واسهل حاجه ان انت تبقى شخص متجاوز ومتطاول، لكن الصعب ان انت تمسك نفسك وتبقى ادب محترم وتبقى كبير في تصرفاتك. فاي حد بيشوف انه عدم السلام على بني ادم دي حاجه كبيره ويعني اشعر فيها واقعد اثمن فيها واستحسنها، انا عن نفسي ممكن يا عم انا راجل دقه قديم، انا راجل ماليش علاقه بالاجواء، انا بشوف ان ده غلط، دي قله ذوق، ده مش حاجه حلوه يعني. المهم بقى ان يا ريت ده كمان حصل، لا ده ما حصلش، وده يوري لك خطوره السوشيال ميديا او خطوره بعض الناس على السوشيال ميديا، عشان ما اكونش بعمم يعني ابقى دقيق في كلامي، ان هو ممكن يعمل فيديو ويجتزئ الفيديو ده فيطلعه ويرميه على السوشيال ميديا، تلاقيه بينتشر كالنار في الهشيم عن لقطه هي اصلا مش مظبوطه. قال لك ان مصطفى شلبي ما سلمش على فيديو على امام عاشور. طب تعالى شوف بقى الفيديو تكملته، يعني شوف بقى بقيه الفيديو تكملته، هتلاقي ان مصطفى شلبي لف الترابيزه وراح سلم على كل اللعيبه، عمر كمال عبد الواحد وغيره وغيره وغيره، وسلم حضن مطارات اهو لامام عاشور، ما بين مصطفى شلبي وامام عاشور حضن مطارات، لان في الاخر وهنا طبعا مع عمر كمال عبد الواحد في الاخر دول لعيبه واخوات واصحاب وبياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض وبيقعدوا في معسكرات يمكن اكتر ما بيقعدوا مع اهاليهم. المنافسه جوه الملعب ابدا ما بتكون سبب للتفرقه خارج الملعب. اخر مصطفى شلبي راح سلم على امام عاشور، اللي مصطفى شلبي واحد من الشخصيات الجميله جدا 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 اللي شرفونا هنا في البرنامج، شخصيه في منتهى الادب والاحترام، وراح سلم على امام عاشور والدنيا تمام وكلهم اخوات وكلهم حبايب ومفيش خصومه ولا فجر في خصومه عشان لعيب بيلعب في اهلي ولا لعيب بيلعب في الزمالك، كلهم اخوات واصحاب، والرياضه دايما بقول بتجمع مش بتفرق.